بعد حوالي 6 أشهر من المنافسات الشعرية المنوعة بين شعراء الوطن العربي في برنامج شاعر المليون، وصل 48 شاعرا إلى التصفيات في شاطئ الراحة في أبو ظبي، ليحقق 6 شعراء النجاح بوصولهم إلى الحلقة النهائية. كان للشعراء السعوديين الحضور الأبرز من خلال وصول 3 شعراء لهذه المرحلة، حيث حققوا المراكز الخامسة والرابعة والثالث، مع كل من الشاعر خزام السهلي والشاعر عبد المجيد العتيبي والشاعر محمد بن عمر التميمي. ويكون بيرق الشعر والشعراء لهذا الموسم للشاعر راجح الحميداني من دولة الكويت الشقيقة. ألف 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 مبروك على البيرق وعلى اللقب وعلى هالجماهيرية الكبيرة وعلى هالحضور وعلى هالحظوة. خلينا ناخذ السؤال البسيط دائما اللي يفوز، كنت تخاف من مين بصراحة؟ للأمانة جميعهم يعني لا يستهان فيهم، لكن هناك شخص عظيم وحتى لو انه تغلب علي كان لي شرف اني اختار قاتلي، وكلهم كفوا ولا عليهم قصور. شاعر المبدع ذيب الشعر عبد المجيد الذيابي. ويكون في المركز الثاني الشاعر سعد السبيعي أيضا من دولة الكويت الشقيقة. وتكون المرشحة الوحيدة من العنصر النسائي في المركز السادس الشاعرة زينب البلوشي من دولة الإمارات العربية الشقيقة. الشعراء الذين حكوا عن همومهم وهموم ما يمر به الوطن العربي والإسلامي من أزمات سياسية وغيرها، ولم يغيبهم ذلك عن أغراض الشعر الأخرى من الغزل والثناء والحكمة. منذ بدأنا في جولاتنا المقابلات التي في البلدان المختلفة لحد الليلة هذه هي آخر ليلة في شاعر المليون، وجدنا أنه موضوع الساعة حاضر في أشعار الشعراء، وحاضر بأبعاده وأعماقه ومن جوانبه المختلفة تبعا لوجهات نظر الشعراء وثقافتهم وتأثرهم بالأحداث وأساليبهم في الكتابة. الجميل أيضا أن بعض من شارك في هذا الموسم شاركوا سابقا في شاعر المليون للأطفال في مواسمه الأولى، وهذا يعطي دلالة على حماس وتطور لكثير من محبي الساحة الشعرية. الشعراء اللي السنة هذه في 48 هذه لجيل شاعر المليون، هذه في أول موسم كانت أعمارهم ما تسمح لهم بالاشتراك في المسابقة. المتوسط الأعمار تقدر تقول عنها في العشرينيات. الآن نحن هذا الموسم السابع من 2007، كم 9 سنوات. فهذا الجيل الآن المبدع، الجيل أيضا اللي صارت عنده روح مختلفة حتى في تعاملهم بين بعضهم البعض. هدف البرنامج كان خلق بيئة، البيئة دي حاضنة للشعر وللشعراء، وطبعا تسعد من كل قلبك لما تشوف شاعر كان في موسم الأطفال وأصبح من الشعراء اللي بيشاركوا. ده نجاح في حد ذاته. أو تشوف شاعر كان في الموسم الأول في الجولات وكان شعره ضعيف واشتغل على نفسه ودخل في 48 كمان. ده إنجاز، لأنه الموهبة وموهبة تم تعزيزها بالتعب، فبتشوف النتيجة قدامك. طبعا نجاح. برنامج شاعر المليون الذي ظن الكثير أنه قد خفت نوره ولم يجد متابعة كموسميه الأول والثاني، ولكن هذا الموسم كان استثنائيا بامتياز. لبرنامج صباح السعودية، محمد الشريف، أبو ظبي.